مرحبا بكم في رحاب الشعر، حيث تنبض الكلمات صلاة في السر، مع قراءة قصيدة من ديوان قصائد في حقائب الغياب للشاعر إدريس داوه. قصيدة اليوم بعنوان: لا تترك القصيدة تموت فيك. لا تترك القصيدة تموت فيك، لا تطفئ الضوء الذي فيك اشتعل، فالعتمة الأولى تبدأ حين تسكت القصيدة فيك وتظن أنك انتهيت. لا تغلق النافذة، فلربما عصفور دهشتك ينتظر غصنا من خيال يهتز في نور كلمة. لا تترك القصيدة تذبل في الصدر كزهرة محجوبة عن الضياء، لا تخبئها في الداخل العتيق، فالكلمات إذا انكسرت أجنحتها لن تعبر السماء. كم وردة ذابت بغير رحيق، كم شمعة انطفأت بغير ضياء، كم نجمة سقطت بغير بريق قبل أن تروي للكون حكاية السماء. اكتب حبر الروح ونبض القلب، اكتب ولو كان الحبر دمعا والورق وجعا، فكل بيت لم يكتب قد يكون وطنا لأحدهم. اكتب حين تنكسر فيك المرايا، حين يسكنك الضجيج، حين تزهر في ليلك الأسئلة كزهور لا تعرف أسماءها. اكتب لا لأجل المجد ولا لأجل التصفيق، بل لأجل القلب الذي يتنفس بالشعر لا بالهواء. فالقصيدة قلب ينبض في أعماقك، نبضه آنة تولد من جرح قديم. اكتب فالحبر دم يسيل من أوردتك، والورق قبر يحتضن ما تخفيه الروح. يا أيها الشاعر الخائف، أيها الشاعر الخائف من البوح، كن كالنبع إن حجبته الصخور ظل يغني تحتها. ولا تظن القصيدة رفاهية، إنها نجاة، إنها يد خفية تمدها الروح حين تغرق. فالقصيدة ليست ترفا، إنها صوتك حين تخنقك العبارة، ورئة تنقذك في الغرق. انفض غبار الصمت عن شفتيك، واسكب حبر الشوق فوق السطور، امسح دمع الوقت عن وجنتيك، فالروح إن عطشت مات الشعور. لا تجعل الحلم جدارا سميكا يفصلك عن بوح الفجر الجديد، اجعل قلبك مرآة تشف إليك ضوء المعنى والسر الفريد. اكتب عن كل ما فيك، اكتب عن طفولتك التي لم تعشها، عن دمية من طين تضحك تحت القصف وتستتر في أكف الخوف. اكتب عن شبابك الذي تسرب منك كمياه الأصباح في دروب لم تأت بقمر ولا بنسيان. اكتب عن قريتك، عن بيتك الطيني، عن جدران تتنفس رائحة الخبز وصوت كانت تجبر اليوم بالدعاء. اكتب عن مدينتك التي قتلوها ثم عزفوا فوق الجثث نشيدا وعلقوا أسماء الشهداء كما تعلق الجوائز في الحرب. اكتب عن وطن أنت فيه ممنوع من الصوت والقبلة والكلمة من أن تحلم أو تبكي أو تتنفس بحرية. اكتب عن غزوات الشر المقدس، عن كذبة الفتح وسكينة القتل في صوت القداس. اكتب عن فرارك وعن خيمة تبكي في المطر، وعن جدران من قماش لا تصد البرد ولا الإهانة. اكتب عن حبيبتك التي صارت ذكرى ترتبك في ذاكرتك كالعطر وتغيب كما يغيب الصدى في الأماكن الفارغة. اكتب عن غربتك التي تكلم فيها ظلك وتخاف أن تنطق اسمك فيتفطن الحنين إلى ما فيك من الوجع. في داخلك فصول لم تمسسها رياح المعاجم بعد، صوت الطفولة حين بكى عند الغروب، صورة تصلي ويد وجلة تكتب حلما صغيرا. في داخلك فصول لم تمسسها السنة، ربيع لم يزهر وخريف لم تسقط
تسقط فيه ورقاتك، شتاء دفاؤه مجرد اسم، وصيف كان يعرق فيك وأنت تفكر بالخلود. اكتب عن كل ما صمت عنه طوال حياتك، فالصمت لا ينقذك وإنما يربي فيك غول الفقد. لا تؤجل بوح القصيدة، فالكلمات تذبل في الزمن الغليظ، والوقت سكين إذا مس صوتك المؤجل قطعه نحو موت بلا مرثية. لا تترك القصيدة تموت فيك، اكتب لتحيا في صدرك وطن مهجور، أبوابه صدأ وأنفاسه كلمات تختنق في المقل. لا تتركها جثة تحت رمادك، طفلة عارية تبكي في ليل الأجل. صح كأن صوتك ناي يبكي في الخفاء، وكأن حروفك أجنحة تحلق في المدى. اكتب، فالقصيدة نفس ينقذك حين يطبق عليك الردى. اكتب، فالصبح ينتظر رائحة حرفك. لا تتركها تموت، فالقصيدة أنت، وأنت النار في رمادك. اكتب، لأن نفسك تستغيث، والكلمة وحدها هي التي تستطيع أن ترفعها إلى الهواء. اكتب، لأن القصيدة وإن لم تنقذ العالم فهي تنقذك من أن تسقط فيه. لا تترك القصيدة تموت فيك، فإن ماتت مات معها كل ما كان يمكن له أن يزهر. دع الكلمات ترحل كطيور هاجرت من قفص الروح إلى سماء لا تحدد بحدك. في عينيك بحر، وفي صوتك موجة، وفي سكونك أغنية تغنيها النجوم. لا أتركها تموت، فالقصيدة أنت، فالقصيدة أنت. حين تحب تتمرد، تقاتل، تحلم، تصير كل الهموم. فلا تترك القصيدة تموت فيك، ربما هي التي تبقيك حية، هي التي تبقيك حية. مرحبا بكم في استكشاف معمق جديد. النهاردة هنغوص في نص شعري عنوانه لافت ومحتاج تفكير. لا تترك القصيدة تموت فيك. النص ده للكاتب إدريس داود. مصادرنا هي النص نفسه وشوية تحليلات حوالين أفكاره الرئيسية. مهمتنا يعني إننا نفهم الدعوة دي، الدعوة الملحة للتعبير. ليه النص شايف إن ترك القصيدة اللي جوانا تموت دي كارثة شخصية؟ بالظبط، هو ده اللي بيشد الانتباه فوراً. الإلحاح ده، النص يعني مش بيتكلم عن الكتابة كأنها مجرد فن جميل أو هواية. لأ، ده بيحطها في صلب الوجود نفسه، وبيستخدم لغة مجازية قوية قوي عشان يقول لنا حاجة جوهرية عن علاقتنا بصوتنا الداخلي، وعن قدرتنا على البقاء يعني وسط تحديات الحياة وكده. تماماً. طيب، خلينا نبدأ من البداية. النص بيبدأ بتحذير قوي جداً: اوطف الضوء الذي فيك اشتعل. ده مش مجرد كلام عن إلهام وشعر وخلاص، صح؟ الموضوع يبدو أعمق بكتير، كأنه بيتكلم عن شعلة حياة أساسية جوانا. هو بالظبط كده، بيربط مباشرة بين إن الواحد يطفي النور ده وبين بداية العتمة الأولى. والعتمة دي بتحصل إمتى تحديداً؟ حين تسكت القصيدة فيك. فالصمت هنا مش مجرد فراغ، لأ، ده فعل سلبي، فعل إطفاء، بداية لضلمة داخلية. والنص بعدها بيقول على طول: وتظن أنك انتهيت. كأن الواحد لما بيستسلم للصمت ده إعلان نهاية مبكر يعني. فكرة قوية جدا دي، إن الصمت مش حيادي، لأ ده بداية تلاشي. والنص بيكمل في تعميق الفكرة دي لما بيوصف القصيدة إنها إيه؟ قلب ينبض في أعماقك. يعني إن الواحد يسقطها، ده كأنه بيوقف نبض القلب. ده تصوير درامي ومقلق جدا لأهمية التعبير. هو كده فعلا، وده بقى بيودينا للنقطة المحورية التانية في النص، وهي إن التعبير أو القصيدة ده مش طرف واحد ممكن يستغنى عنه. النص بيصر على النقطة دي، وبيستخدم لها استعراض جسدية قوية جدا عشان يأكدها. صحيح، بيوصفها بإنها يد خفية تمدها الروح حين تغرق. دي صورة مباشرة للإنقاذ في لحظة يأس صعبة قوي. وبعدين يضيف إنها صوتك حين تخنقك العبارة، وكمان بيقول إنها رئة تنقذك في الغرق. الموضوع هنا بيتجاوز مجرد التعبير عن مشاعر، لا ده بيوصل لمستوى الحاجة البيولوجية للبقاء. ما هو ده اللي يثير الاهتمام هنا، الربط المباشر ده بين التعبير وبين أفعال النجاة الأساسية. اليد اللي بتتمد للغريق، القدرة على التنفس، الصوت اللي بيكسر حاجز الاختناق. النص بيرفع الكتابة من كونها مجرد فعل ثقافي أو فني لكونها ضرورة وجودية.
رد فعل غريزي تقريبا للحفاظ على الحياة قدام اللي بيهددها. طب بس هل ده بينطبق على كل الناس؟ يعني هل كل صمت هو بالضرورة غرق وكل تعبير هو نجاة بالحدة دي؟ ولا النص بيتكلم عن سياق معين، يمكن تجارب قاسية بشكل خاص بتخلي الكلمة هي طوق النجاة الأخير؟ سؤال مهم. هو النص مش بيحدد سياق تاريخي أو جغرافي مباشر في الأجزاء الأولى دي، بس حدة اللغة وقوة الاستعارات بتوحي إنه بيتكلم من منطلق تجربة ضاغطة، ومع ذلك الرسالة الأساسية عن خطورة الصمت كعتمة أولى وعن التعبير كنبض قلب ممكن تمتد وتلمس تجارب إنسانية أوسع لما الواحد بيحس إن صوته الداخلي مهدد إنه يختفي تحت ضغوط الحياة المختلفة. والإلحاح ده على الكتابة مش بيقف عند الظروف العادية، النص بيدفع للكتابة حتى في أصعب الظروف، مش كده؟ بيقول: اكتب ولو كان الحبر دمعا والورق وجعا. دي دعوة لحاجة أكبر من مجرد التنفيذ. أيوة، دي دعوة لتحويل الألم نفسه لمادة للكتابة، وبيضيف كمان: اكتب حين تنكسر فيك المراية، ودي صورة قوية لانكسار الذات أو تشظيها، وكمان حين يسكنك الضجيج وحين تزهر في ليلك الأسئلة كزهور لا تعرف أسماءها. كأن النص بيقول إن الكتابة مش بس للجمال أو للصفاء، لأ، هي أداة ضرورية تحديداً في قلب العاصفة اللي جوانا، في عز الألم والحيرة والضجيج. واللافت بقى إنه بيأكد إن الكتابة دي مش عشان اللي بره، مش للمجد أو الشهرة. بيقول بوضوح: اكتب لا لأجل المجد ولا لأجل التصفيق. طيب لو الهدف مش خارجي، يبقى إيه الدافع الحقيقي حسب النص؟ بيجاوب: بل لأجل القلب الذي يتنفس بالشعر. هنا بنرجع تاني لفكرة التنفس، فكرة الحاجة الداخلية الحيوية دي. وهنا بقى النص بيضيف بعد تاني مثير للاهتمام، مش بس عن الحاجة الداخلية، لأ، ده بيلمح لمسؤولية ما تجاه الآخرين كمان. بيقول: فكل بيت لم يكتب قد يكون وطناً لأحدهم. النقطة دي بتخرجنا شوية من دايرة الذات المقفولة، كأن الكلمات اللي بنسكت عنها مش بس خسارة شخصية، لأ، دي ممكن تكون حرمان لشخص تاني من مأوى أو فهم أو حتى عزاء كان ممكن يلاقيه فيها. دي نقلة مهمة فعلا. يبقى الكتابة هنا ضرورة للذات، للتنفس الداخلي، بس ممكن كمان يكون ليها أثر يتجاوز الذات. وده بيطرح سؤال عن نوعية المواضيع اللي النص بيدعو للكتابة عنها. هل هي مجرد مشاعر شخصية وخلاص، ولا أوسع من كده؟ يبدو أن النص بيجاوب على ده بالتفصيل. أيوة، النص بينتقل بعد كده إنه يحدد مجالات وموضوعات للكتابة، وهي قائمة طويلة وموجعة في أحيان كتير، بتغطي طيف واسع من التجارب الإنسانية، من الذكريات الشخصية الحميمة قوي لحد الجراح الجماعية العميقة. فعلا القائمة مؤثرة. بيدعو للكتابة عن طفولتك التي لم تعشها، وعن الدمية الطينية الضاحكة تحت القصف، وعن شبابك المتسرب، وتفاصيل الوطن الأول زي القرية، البيت الطيني، رائحة الخبز، دعاء الأم. دي كلها تجارب شايلة شحنة عاطفية قوية، ذكريات عن البراءة اللي ضاعت أو الأمان اللي تهدد. وجنب الذكريات الشخصية دي، النص بيحط تجارب أقسى وأعم، بيدعو للكتابة عن مدينتك التي قتلوها، عن النشيد فوق الجثث، وعن أسماء الشهداء المعلقة كجوائز حرب، وعن وطن الفرد ممنوع فيه من أبسط حقوقه: الصوت والقبلة والكلمة والحلم والبكاء والتنفس بحرية. طيب هل المفروض نفهم القائمة دي كدعوة لتوثيق المعاناة وبس، ولا ليها وظيفة أعمق؟ النص بيذكر كمان حاجات زي كذبة الفتح، وغزوات الشر المقدس، وسكينة القتل في صوت القداس. دي تبدو إشارات نقدية حادة لأيديولوجيات وتاريخ معين. لو ربطناه ده بالصورة الأكبر بقى، هنشوف إن النص مش بس بيدعو للتوثيق أو الرثاء، لأ، ده بيحط الكتابة كوسيلة لمواجهة وفهم ونقد تجارب الظلم والقمع والعنف، سواء كانت شخصية أو جماعية. الكتابة هنا بتبقى فعل من أفعال المقاومة، مش بالضرورة مقاومة سياسية مباشرة، بس مقاومة ضد النسيان وضد تزييف الوعي وضد محو التجربة الإنسانية المؤلمة. كأنها دعوة إننا ما نسيبش أي تجربة مهما كانت قاسية أو محظورة من غير ما تلاقي طريقها للكلمات، يمكن كوسيلة لاستعادة شوية سيطرة على السردية الشخصية والجماعية. وبيستمر في ذكر مواضيع ثانية تبدو كأنها فصول من تجربة المنفى أو الاغتراب. بيتكلم عن الفرار، الخيمة الباكية في المطر، جدران القماش التي لا تصد البرد أو الإهانة، وعن الحبيبة التي صارت ذكرى وصدى غائب، وأخيراً عن الغربة،
وأن الواحد يكلم ضله والخوف من نطق الاسم كي لا يتفطن الحنين للوجع. دي بانوراما واسعة للألم والفقد والهشاشة. بالظبط كده. والتجربة دي مش بس في الخارج، النص بينتقل الكلام عن عوالم داخلية كاملة، فصول في داخلك لم تمسسها رياح المعاجم بعد. دي فكرة جميلة قوي، إن في مناطق في الروح لسه اللغة ما وصلت لهاش أو لسه ما اتمنحتش صوت. وبيدي أمثلة للفصول الصامتة دي: صوت الطفولة الباكي عند الغروب، صورة الأم تصلي، اليد الواجلة تكتب حلماً صغيراً. كلها لحظات ومشاعر تبدو هشة وحميمية، كأنها محتاجة اللغة عشان تحميها أو تثبتها. وبيضيف فكرة فصول لم تعشها السنة الداخلية، ربيع مزهرش، خريف وراء مؤعش، كأن الصمت بيمنع دورة الحياة اللي جوانا أنها تكتمل. فالصمت لا ينقذك، وإنما يربي فيك غول الفقد. دي صورة مرعبة فعلا. الصمت مش مجرد سلبية، لا ده قوة نشطة بتنمي وحش جوانا بيتغذى على اللي متقالش، على اللي متعش. غول الفقد تعبير قوي جدا، وبيشير إن الكبت مش حل أبدا، لا ده بيغذي اللي بنخاف منه. وده يفسر الإلحاح الشديد في النص على عدم التأجيل، مش كده؟ التحذيرات بتتوالى. أيوة، التحذيرات من التأجيل قاطعة. لا تؤجل بوح القصيدة فالكلمات تذبل في الزمان الغليظ. وبعدين بيستخدم صورة تانية حادة: والوقت سكين إذا مس صوتك المؤجل قطعه نحو موت بلا مرثية. كأن كل كلمة متأجلة معرضة إنها تدبل أو تتقتل بصمت بسكينة الزمن دي، مفيش مجال للانتظار. وفي مقابل الخطر الداهم ده بتيجي الدعوة للفعل الفوري، للصريخ لو لزم الأمر. صح، كأن صوتك ناي يبكي في الخفاء. وهنا بيجي تشبيه جميل جدا بيصور فعل الكتابة كأنه تحرير مطلق. تقصد التشبيه اللي بيقول: دع الكلمات ترحل كطيور هاجرت من قفص الروح إلى سماء لا تحد. هو فعلا بيلخص فكرة الكتابة كإطلاق سراح، كتحرير للطاقة المحبوسة جوه ومنحها فضاء لا نهائي. ده بيتجاوز مجرد التنفيس وبيوصل ليكونه فعل من أفعال استعادة الحرية الداخلية. وده بيقودنا للجزء الأخير والمكثف جدا في النص، اللي بيربط فيه بشكل مباشر بين الكتابة وبين الحياة نفسها، وبين القصيدة وبين الذات. بيقول بوضوح شديد: اكتب لتحيا، وبعدين يرجع يربط القصيدة بالنجاة جسدية تقريبا. فالقصيدة نفس ينقذك حين يطبق عليك الردى. لا، وكمان بيروح لأبعد من كده وبيقول إن الصبح نفسه رمز البداية الجديدة، ينتظر رائحة حرفك، كأن العالم مستني الكلمات دي عشان دورته تكتمل. أيوة، ده تأكيد على الأهمية الوجودية للكتابة. بس النقطة اللي بتيجي بعد كده يمكن هي الأكثر إثارة للتأمل فعلا. النص بيوضح إن قيمة الكتابة دي، القصيدة دي، مش مرتبطة بالضرورة بتأثيرها على العالم الخارجي. صحيح، بيقول: لأن القصيدة وإن لم تنقذ العالم فهي تنقذك. وبعدين يوضح: تنقذك من أن تسقط فيه. دي جملة مكثفة جدا، كأن الكتابة هي اللي بتدي الواحد الثبات أو القدرة إنه ما ينهارش ويضيع في مواجهة عالم قاسي أو فوضوي. هي أداة للبقاء النفسي والروحي في المقام الأول. وده بيترابط بشكل مباشر مع الإعلان الصريح في النص: فالقصيدة أنت. هي مش مجرد حاجة بتعملها، لأ، دي جزء من هويتك، من كينونتك. وبيوصف الذات القصيدة دي بإنها النار في رمادك، يعني هي الشرارة الحية، الجوهر المتقد اللي بيفضل حتى وسط الخراب أو الموت الظاهري اللي هو الرماد. وبالتالي المنطق اللي بيوصل له النص هو إن موت القصيدة، يعني الصمت النهائي، مش معناه بس فقدان القدرة على التعبير، لأ، ده معناه موت الإمكانيات الحية جوه الذات. بيقول بشكل حاسم: فإن ماتت، مات معها كل ما كان يمكن له أن يزهر. دي هي الخسارة الحقيقية، موت كل اللي متحققش، كل اللي كان ممكن ينمو ويزدهر لو بس اتمنح صوت. وبيكتمل التطابق ده بين القصيدة والذات في السطور الأخيرة اللي بتوصف القصيدة بإنها: أنت حين تحب تتمرد، تقاتل، تحلم، تصيح بكل الهموم. القصيدة مش مجرد كلمات جميلة أو موزونة، لا، دي تجسيد للذات في كل حالاتها الحيوية، في الحب، في التمرد، في الصراع، في الحلم، في الألم. وعشان كده إن الواحد يترك القصيدة تموت هو كأنه بيتخلى عن الحالات الحيوية دي للذات، بيسمح لها إنها تنطفي. إذن لو حبينا نلخص الرسالة الجوهرية للنص القوي ده، ممكن نقول إيه؟
يبدو لي إنه الفكرة الأساسية اللي النص بيدور حواليها بإصرار هي إنه التعبير وخصوصاً الكتابة الشعرية زي ما بيفهمها هنا مش مجرد خيار فني أو طرف ثقافي، لأ، دي ضرورة ملحة عشان نحافظ على الحياة الداخلية، على الضوء اللي اشتعل فيك. ده فعل مقاومة ضد العتمة الأولى، ضد غول الفقد، ضد السقوط في العالم. الكلمة هنا أداة بقاء وجودي. أتفق تماماً. النص بيقدم رؤية عميقة ومقلقة أحياناً للعلاقة بين الصمت والموت الداخلي، وبين الكلمة والحياة. التعبير هنا بيصبح شكل من أشكال الصمود، مش بس في وش الظروف الخارجية القاسية اللي بيلمح لها، لا، وكمان في وش التحديات الداخلية، في وش خطر فقدان الذات أو انطفائها. هو بيربط بشكل عضوي بين القدرة على القول والقدرة على الوجود بشكل حيوي ومتقد. وده كله بيسيبنا مع سؤال أخير، سؤال ممكن نوجهه لنفسنا بعد ما نخلص استكشاف النص ده. إذا كانت القصيدة هي أنت زي ما النص بيقول، وإذا كان موتها معناه موت كل ما كان يمكن له أن يظهر، فده بيدفعنا نتساءل: يا ترى أي أجزاء من ذواتنا، من تجاربنا، من أفكارنا ومشاعرنا لسه صامتة، لسه ما اتفنحتش صوت؟ وإيه اللي ممكن يظهر جوانا أو حتى في علاقتنا بالعالم لو اتجرأنا وادينا القصيدة الصامتة دي فرصة للكلام، فرصة للحياة؟ سؤال يستحق التأمل بالتأكيد.